صحة فطوركم وسلام على كل متتبعات قناة كويزين سيرينا. مرحبا بكامل اللي انضموا للقناة. نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله تكون قناتي عند حسن ظنكم. اليوم جبت لكم وصفة الكغاتان خفيفة هايلة، توالم رمضان. حاجة مليحة يعني، بلا هايل، سهل التحضير وثمثم يوجد. نروحوا للوصفة. نجيبوا بطاطا، نقطعوها دي بتي كاري كيما رانا نشوفوا. نقلوها كوم لي فريت. ابخي نطيبوا الحشو اللي هو عبارة عن بصلة نقطعوها، نزيدو ثوم، نزيدو بلون دو بولي ماذا بيكم، نقطعو دي بتي كاري، ثوم 3 سنات، ملح، فلفل اكحل وراس الحانوت. يعني نخلوه يطيب تخي بيان. بعدها نجيبو حبة طوماطيش، نقشروها ونقطعوها تاني كتي بتي كاري، ونخلوها طيب معاها مليح يعني تتجمر. لازم ما تقعدش فيها صوص بزاف، غير شويه برك كيما رانا نشوفوا هنايا. بعدها نروحوا نحضروا لا بيشاميل اللي تعودنا نحضروها، عباره عن 2 مغارف فرينه مع 2 مغارف زبده، ملح، فلفل اكحل. نخلو نحمصوا هذيك لا فارين بيان. ابخي نزيدوا 2 كيسان حليب. بعد ما طيب لا بيشاميل لازم تكون ما تكون ثقيله ما تكون خفيفه، نص نص. نجيبو دي غامكان سبيسيال بور لي غراتان ولا نديرو بلا. انا درت دي بلا انديفيدويال كيما رانا نشوفو. درنا دهنا ليمون بالزبده، درنا طبقه لا بيشاميل، من بعد بطاطا، من بعد درنا الحشو، ابخي زدنا البطاطا، من بعد درنا لا بيشاميل، ومن بعد لو فروماج غابي كيما رانا نشوفو هكايا. فريمون يخرج هاد الكغاتان بزاف بنين، رائع. من المستحسن انكم النهار اللي ديروه هو لو ميم جور اللي تاكلوه، يعني ماشي مليح كي يقعد حتى لوندوما، فهمتوني؟ ان شاء الله تكون وصفتنا هذا اليوم نالت اعجابكم. هي وصفه خفيفه وبنينه، نتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش الجيم لا فيديو، اي صحه سحوركم. باي.